لما فيديو يكون هو السبب في تغيير حاجات كتير جدا وتحويل حياة شخص بعد ما كانت حياة كويسة جدا إلى جحيم، ساعتها ممكن نعرف إن غلطة صغيرة ممكن تعمل حاجات كتير جدا. مدرسة وزوجة صالحة بتغلط أكبر غلطة في حياتها، واللي بتبقى عبارة عن إنها بس احتفلت بعيد ميلادها لأن ساعتها حصل شيء غير متوقع بالمرة. وقبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما ننساش نصلي على النبي وندعي لإخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبتهم، ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع مجموعة أصدقاء وهم رايحين على أوضة واحدة منهم اسمها سجيني، بيفضلوا واقفين على بابها وبيترجوها انها تفتح الباب، ولكن بيكون واضح ان سجيني مصدومة صدمة كبيرة جدا ومش بتوافق انها تفتح. وساعتها بنرجع للزمن لساعات ورا وبنشوف سجيني وهي قاعدة مع مجموعة من أصدقائها في سنغافورة الرحلة، وبيطلعها مجموعة من المدرسين من ضمنهم سجيني ومعاها مستشارة الطلبة اللي تبقى صديقتها. وبيكون واضح ان سجيني مش بتكون واخدة على الجو ولا الشرب، ولكن لانه عيد ميلادها فبيطلبوا منها انها تفك كده وتاخد راحتها. في الوقت ده بيكلمها خطيبها سيدها اللي بيكون سعيد بيها وهو كمان، ولما بتقوله ان اصدقائها عايزينها تشرب بيقول لها يلا يا حبيبتي وماله، وبيكون سالت ايده على الاخر. فعلا سجيني بتقفل السكة وبتفضل تشرب لحد ما بتفقد الوعد. ساعتها من غير ما تحس بتطلع على المسرح وبتفضل ترقص، وشرادة المستشارة بتصورها كنوع من الهزار. بعدها واحد من المدرسين بيقول لشرادة ان المدير بعت على جروب المدرسة انها ما بعتتش صور المسابقة. بتدخل شرادة وهي بتشتم في سرها وبتحدد كام صورة، ولكن الكارثة انها بتاخد معاها فيديو سجيني وبتبعته على جروب المدرسة، ودي بقى بتبقى نقلة لحياة سجيني من ارض الواقع للجحيم، لاني على الطرف التاني من الهند وبالتحديد في المدرسة والمناطق المجاورة مفيش حد مش بيشوف الفيديو اللي بتكون فيه سجيني لابسة حاجات بسيطة وبترقص. ساعتها الفيديو بيشوفه اولياء امور ومدرسين والطلبة والمديرة وكل الناس بتشوفه، لكن الاهم هي العيلة والاب شوتيا اللي يبقى ممثل مسرحي مشهور، والعيلة كلها بتكون متجمعة في بيته علشان اللي حصل والفيديو بتاع بنتهم. كمان اخوها اللي بيكون في شغله واللي شغال معاه بيوريله الفيديو وساعتها بيضربه بالقلم. على الرغم من ان اللي حصل ده الا ان مديرة المدرسة لما بتكون قاعدة في الاجتماع وبيتفرجوا على الفيديو بتحاول بكل الطرق انها تدافع عن الثلاث مدرسين اللي طلعوا الرحلة دي، مع ان المديرة اصلا ما كانتش موافقة عليها، ولكن الادارة بتكون رافضة تماما. وبينتهي الاجتماع برفض سجيني وشرادة والمدرس الثالث. في الوقت ده بتوصل سجيني واللي معاها للهند ووشها بيقول كل حاجة هي حاسة بيه، ولما شرادة بتحاول انها تهديها بتتفرج سجيني على فيديوهات ردات الفعل على الفيديو بتاعها واللي بتخليها تزداد سوء، واللي بيزيد الطين بلة سيدها اللي بتقول سجيني انه ممكن يكون هو الشخص اللي هيهون عليها، ولكنه اول ما بيسمع صوتها بينفعل وبيتعصب جدا وبيقول لها ما تتكلمش ولا تعرفه مرة تانية. ساعتها بترجع بالزمن ورا وبتفتكر لما قابلته لأول مرة وانه كان زواج مدبر، ولكنهم حبوا بعض من اول مرة شافوا بعض فيها. تاني يوم بتروح شرادة تقابل بانديت مديرة المدرسة واللي بتكون رامية اللوم على شرادة اللي حرضت سجيني انها تسافر رغم انها ما كانتش مسافرة. شرادة هي كمان بترمي اللوم عليها انها وافقت على رفضهم بدل ما تدافع عنهم، وتعاملت على ان سمعة المدرسة اهم من سجيني. واثناء ما هما بيتكلموا شافي صديقة سجيني في الغرفة بتفضل تتصل على شرادة لحد ما بترد. ساعتها بنعرف ان سجيني سابت رسالة انتحار، وعلشان كده شرادة بتقوم من المكتب وبتجري. هنا بتنتقل الاحداث للشرطة مع المحققة بيلا اللي بتتولى قضية البحث عن سجيني، وبيكون معاها المحقق رام، وبيكون واضح ان بيلا حازمة جدا. بيقول رام في سره انه شكله هيتعب معاها جدا، واول شخص بيلا بتروح له هو شوتيا اللي كان بيأدي عرض من عروضه، ورام بيكون من جمهوره بيحبه جدا. وبعد العرض ما بيخلص بتفضل تتكلم معاه بطريقة إدانة، ولكن شوتيا بيكون رافض الطريقة تماما وبيقول لها انها بدل ما تيجي باجابات عن بنته جاية تحقق معاه هو، ولكن هي كمان بتقول له ان بدل ما يكون حزين
حزين عليها بيقدم عروض ولا كان في حاجة حصلت. هنا شوتيا بيتعصب جدا وبيطردها من المسرح، وبترجع بيلا على بيتها اللي بتكون عايشة فيه لوحدها مع كلابها. وتاني يوم بتروح علشان تفتش في البيت اللي كانت عايشة فيه ساجيني، وهناك بيحققوا مع شافي. ساعتها تليفونها بيرن وبيكون سيدها اللي قفل تليفونه من ساعة ما ده حصل، لان الفيديو اللي صورته ساجيني قبل ما تموت كان اسمه مذكور فيه. ساعتها بيلا بترد عليه وبتقول له انه مش هيفضل هربان كده كتير. هنا سيدها بيترعب وبيقفل السكة وبيدخل الحمام وهو منهار، وبيفتكر ايامه مع ساجيني وقد ايه كانوا بيحبوا بعض. في الاسم رام بيقول لبيلا ان سيدها ده شخص غريب فعلا، ممكن يكون ليه يد في موت ساجيني. بس ساعتها بيلا بتقول له ان هم ما يقدروش يتهموا اي حد، بالذات ان هم ما وصلوش لساجيني، لان المفروض ان هم يتعاملوا انها عايشه ما ماتتش. في بيت شوتيا ابنه اللي واضح انه مش على علاقه كويسه معاه بيقول ان هو الوحيد اللي بيدور على اخته ومحدش بيعمل اي حاجه. ساعتها بيتخانقوا هما الاتنين وبيقوم اخوها من على الاكل، وفي الوقت ده بيقرر سيدها انه يجي للمدينه ويخاطر، ولانه بيكون على قائمه المحظورين فبيكون مطارد، بس هو بيكون متخفي علشان محدش يعرفه. بعدها بيكلم لاليت صديقه المحامي علشان يلحقه من اللي هو فيه. اما بيلا ورام فبيروح يقابلوا شيرادا اللي بتكون قلب الدنيا على صاحبتها بطريقتها، واللي بتبقى عن طريق منشورات على الانترنت وجلسات حقوق المرأة اللي بتأيد ساجيني، وبيقولوا انها ما غلطتش لكنها مش بتطلع منها بأي معلومة ممكن تفيدها. أما شوتيا وأخوه فبيروحوا هما كمان علشان يقعدوا مع محامي العيلة، واللي واضح إنه يبقى شخص تقيل جدا. ساعتها بيبدأ يقول شوية حاجات لشوتيا يعملها لو حصل تحقيق معاه، لأن هو كمان اسمه بيكون مذكور في فيديو ساجيني. أما سيدها فبيظهر متخفي لشافي علشان يسأل عن ساجيني، لكنها بتقوله إنها ما تعرفش عنها أي حاجة بعد اختفائها. ساعتها بيترجاها وقت التحقيق انها تقول عليه كلام كويس لانه فعلا ما عملش حاجة. ساعتها بنتفاجئ بان اخو ساجيني كان بيراقب شافي وبيشوف سيدها، وساعتها بيروح له بيهدده ان مش معنى ان في فيديو زي كده اتنشر ان لما اخته تظهر مش هيتجوزها، وبعد ما بيأكد عليه بيمشي. بعدها بنرجع بالزمن لورا وبنشوف طريقة التعامل اللي كانت شوتيا أبو ساجيني بيعامل بنته بيها لما كانت بتغلط غلطة صغيرة زي إنها ما تحطش سكر في القهوة حتى، وده كان بيخليه دايما موضع شك إنه يكون عمل فيها حاجة بعد ما الفيديو بتاعها اتنشر. لما بنرجع للحاضر بنشوف إن سيدها راح لشوتيا فعلا علشان يبرأ نفسه قدامه، وبيقول له إنه كان عارف هو بيحبها قد إيه ومستحيل إنه يعمل فيها أي حاجة. الغريب إن شوتيا بيفضل يتكلم معاه عن الفيلم اللي خلفه بنته بعده وقد ايه هو كمان بيحبها، ولكنها قبلت كل ده بانها ذكرت اسمه في فيديو الانتحار ومشت. بس ساعتها اخو شوتيا بيتهم سيدها اتهام غير مباشر بانه ممكن يكون ليه يد في اختفائها بسبب فتح تليفونها من مكان قريب مكان شغله، وده بيعصب سيدها اللي بيقول هو كمان طب وشوتيا اللي كان بيبقى دايما عايز يضربها لأتفه الاسباب. تاني يوم بنشوف بيلا وهي ورام في اجتماع من اجتماعات شيرادا الغريبة اللي بتكون قاعدة فيه مع ناس كلهم بيشربوا، والمفروض ان هم بيصلوا وبيدعوا بالجاسيني بالنجاة، وده اللي بتكون بيلا معترضة عليه ومش عارفة هي ازاي كده هتوصل لصاحبتها. اما بانديت هي كمان فبتكون عاملة جلسة للدعاء ليها، والواضح ان قضية ساجيني سمعت جامد جدا والكل بقى بيتكلم عنها، لحد ما فجأة وفي موقع تصوير بنشوف واحد خارج من المية ومعاه بطاقة هوية مكتوب عليها لا أستطيع الانتظار تأخر الوقت. أما فشيرادا بتتفاجئ بسيدها رايح لها وسط الناس كلها وبيطلب منها يركزوا معاه لدقايق وهو متوتر، وبتكون بيلا هي كمان هناك، وقبل ما يقول إنه ما عملش أي حاجة لأنه فعلا لسه بيحب ساجيني بتوصل لبيلا معلومة إن بطاقة الهوية اللي لقوها من شركة سيدها أصلا. ساعتها بيخرج سيدها من المكان على الاسم مع بيلا ورام، وساعتها بيكون متوتر تماما وبيقسم لهم إنه ما شافهاش حتى لو البطاقة دي من الشركة عنده، وبتزود بيلا خوفه اكتر لما بتواجهه بالرسائل اللي بعتها لساجيني بعد انتشار الفيديو بانه بتمناها تختفي وما يتقابلوش تاني. لكن اثناء ما بيلا بتبلع سيدها بيوصل لليت المحامي وبيبدأ يتكلم هو مع بيلا وبيقول لها ان حسب القانون الاهانة البسيطة لا تعتبر حافز او محرض على الانتحار. بيقول لها ان موكله قال الكلمات دي في وقت عصبية اكيد هي عارفاه، وبيقول لها ان بما ان مفيش دليل قاطع يبقى سيدها
سيدها هيخرج معاه، وده بيعصب بيلا اللي بقت تنام تحلم بسجيني وكأنها بتطلب نجدتها. فبتقوم من نومها وبتقابل رام وبتفضل تستغرب عن سجيني سابت صيدليات كانت ممكن تاخد عقارات منها او مباني قريبة من بيتها، كانت كمان ممكن تطلع فوقها وتنتحر لو كانت عايزة، بس هي لبست وخرجت وراحت انتحرت في مكان تاني. طب ليه؟ الناحية التانية سيدها بيروحوا معاها لاليت لشوتيا واخوه والمحامي بتاعهم علشان يوصلوا لحل سوا، ولكن الموضوع مش بيمشي كده خالص، وده لان واحد من المحامين بيكون عايز يثبت نفسه على التاني، بالذات ان في بينهم تاريخ قديم، وده بيواجه ده بامراضه النفسية اللي كانت بيطلعها على سجيني، والتاني بيعمل نفس الكلام. لكن ساعتها اعصاب سيدها بتكون اتدمرت وبيقول لهم ان بيتهم غير مؤهل للحفاظ على البنات، وده بيفتح باب قضية قديمة واللي كانت هروب بنت اخو شوتيا واختفائها من سنين، وده بيعصب اخو شوتيا جدا اللي كان على وشك انه يضرب سيدها، ولكن المحاميين بيهدوه بيكملوا كلامهم. في الوقت ده واثناء البحث بيلا ورام بيلاقوا جزمة في المية. بالليل بتروح هي ورام للمدرسة وبيقعد رام مع ميليندا المدرس المساعد لبنديت، وبعد ما بياخدوا كل حاجة تخص سجيني بيمشوا. بنشوف بنديت وهي بتقول لميليندا ان هم عند اتفاقهم وانه هيمسك منصب مهم في المدرسة. اما شوتيا واكاش اخو سجيني بيروحوا على بيت سيدها وبيحاول شوتيا انه يلطف الدنيا مع اهله علشان مركزه وسمعته، ولكن اكاش بيقول لهم انه عايز يدخل الحمام، وبيقوم يدور في البيت كله عن حاجه تخص اخته، بيلاقي فلاشه بياخدها، وتاني يوم بيلاقي سيدها صورته نازله في الاخبار والوضع ابتدى يسوء اكتر، وعلشان كده لاليت بيفكر انه يطلع مع قناه في التلفزيون يبرأ نفسه يتكلم كلام الناس عايزه تسمعه. فعلا بيخرج سيدها على التلفزيون في لقاء وبيكون لاليت محفظه اللي المفروض يقوله، وسيدها بيعمل الدور كما يجب ان يكون، بيكون ممثل ممتاز جدا. ولكن بعد اللقاء بيلاقي الشرير بتاع الفيلم مستنيه وبيطارده هو ولاليت، واللي بيكون اكاش اللي بيشوف الفلاشة وبيلاقي فيديو عليها ليه هو واخته، وبيكون اكاش تعبان نفسيا من غياب سجيني، علشان كده بيقرر انه يخرج تعبه ده على سيدها. وبعد ما بيوقف العربية بينزل سيدها وبيجري واكاش وراه، بس اكاش بيبقى شرير فعلا، واثناء ما هو بيجري في موتوسيكل مش بيخبطه. ساعتها سيدها بيرجع له علشان يساعده، بيقول له انه فعلا ما عملش اي حاجه ولا ليه يد في اختفاء اخته. الناحيه التانيه واثناء ما شوتيا بيحضر نفسه للخروج على المسرح بتكون مراته جنبه كالعاده، ولكنها لاول مره بتلومه على فقدان بنته وخوفها الدائم منه، ولكن شوتيا بيقول لها انها ما كانتش هتخاف لو كانت كويسه مع اهلها ومش بتغلط. بس كلامه مش بيعجب مراته تماما اللي بتقول له انها حتى لو غلطت فكان لازم يكون هو اول واحد ترجع له، ولكن بدل كده هي فضلت انها تختفي بدل من انها تيجي وتواجهه وتعترف له، وبتسيبه الام وبتخرج. ودي بتكون المره الاولى اللي شوتيا يحس فيها بالذنب، ولما يخرج على المسرح ما بيبقاش عارف يقول ايه قدام الناس. ساعتها بنرجع بالزمن وبنعرف ان شوتيا هو اللي هرب بنت اخوه لانها كانت بتحب الشخص، وكان عارف ان ابوها مش هيوافق وهيقلب الدنيا. ساعتها بنرجع للحاضر واثناء عمليات بحث رام المكثفه البحث بيكون عند المدرسه بالليل. ساعتها رام بيشوف جهاز السمع بتاع ميليندا وهو واقع هناك وكله دم، ولما حللوا الدم ده المفاجاه انه طلع بتاع سجيني. علشان كده تاني يوم بيلا ورام بيعملوا زياره لبنديت وبيكون جايبين ميليند من قفاه وبيسالوها عن اللي الجهاز ده كان بيعمله هناك. ساعتها بنديت بتتصدم وبتترعب وبتقول له انت يا ميليند؟ طب اقول للناس ايه دلوقتي بعد ما كنت انا اللي مؤيده لسجيني؟ وهنا بيلا بتقول لها هي ممكن تسهل عليها المهمه دي، بتحكي لها اللي حصل في الليله دي وكانها كانت معاهم. بتقول لها انها بعد ما بعتت لسجيني رساله الرفض سجيني ما قدرتش تستنى، وعلشان كده راحت لها بالليل طمعانه في حبها ليها، ولكن بدت قبل ده بمنتهى القسوه. في الوقت ده كان ميليند معاها في المكتب وبيشوف سجيني وهي بتطرد وبتخرج وهي منهاره. بعد دقايق بس بيلاقوا في جسم اترمى من فوق السطح، ولما بيخرجوا بيتصدموا ان سجيني انتحرت، وساعتها ما بيكونش قدامهم حل غير ان يشتركوا في اخفاء الجثه لان محدش كان هيصدق ان هما ملهمش دخل في موتها. ساعتها بنشوف بنديت وهي منهاره وبتعترف بكل حاجه، وبيتم الحكم بحبس بنديت وميليند 3 سنين للتحريض على الانتحار واخفاء جثه وغرامه 200,000 روبيه. بكده بيخلص فيلمنا النهارده. ما تنساش فولو ولايك وشير وتقول لنا رايك في التعليقات لو بتتابعنا على فيسبوك، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه لو بتتابعنا على اليوتيوب، وهتلاقي لينك بيج تحت في الديسكريبشن. سلام.